قال علي ياسين بونو شي ملي كنسمعوه بلسان الاخر سواء على مستوى الصحافه العالميه كما تابعنا وكذلك يعني بعض الاطر المختصه على مستوى التدريب الحراس فكيتابعوا بعض الميكانيزمات والاوتوماتيزمات وبعض الامور اللي كينفردوا بها بعض الحراس. وعلى سبيل المثال كيبقى ياسين بونو غيحدثنا عن هذه النقطه وكذلك ربما اثار انتباه من تابع يوم أمس أداء ياسين بونو أو السيد أشرف خضير مدرب سابق حراس مرمى المنتخب المصري معنا مباشرة من مصر الشقيقة عبر التطبيق سكايب. أهلا وسهلا بك كابتن أشرف. أهلا وسهلا حضرتك، أنا تحياتي لكم وكل اللي موجودين في الاستوديو والبرنامج الجميل بتاعكم طبعا، والقناة المتشافة على مستوى العالم العربي، القناة المغربية الرياضية طبعا. احنا كابتن أشرف كذلك تحية متبادلة، تحية مغربية للشق المصري، لأنه تابعنا يوم أمس سواء عبر القناة الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفرحة العارمة، فرحة يعني الأخوة والمحبة والعلاقات اللي تجمع بين الشعبين الشقيقين المغربي والمصري. يوم أمس كأنه المنتخب المصري هو من يلعب كأس العالم، هو من تأهل لدور ربع النهائي، لأنه تابعنا فرحة هستيريا. خليك في البداية تقربنا من تلك الأجواء وتلك الاحتفالية وتلك الليلة التاريخية بالنسبة للشق المصري. خلينا الأول يعني أشكر القائمين على الكرة في المملكة المغربية، البلد العظيمة، البلد المغرب، بلدي الثاني، أنا بعتبرها بلدي الثاني بعد مصر. طبعا القائمين على الكرة والأستاذ فوزي لكح رئيس الاتحاد المغربي اللي هو قايم بدور كبير جدا بالنهوض بالكرة المغربية. وطبعا بهني الشعب المغربي، الشعب العظيم اللي احنا بنكون له كل احترام وتقدير. الشعب المغربي والشعب المصري واحد، وبهني طبعا جلالة الملك وبهنيه على اللي هو راعي الرياضة والرياضيين في المملكة المغربية. الله يبارك فيك. أنا بتكلم دلوقتي على فرحة عارمة تحظو الشعب المصري كله بأكمله، خرج الشوارع للاحتفال باليوم الجميل جدا اللي هو وصول المنتخب المغربي لدور الثمانية. ده إنجاز تاريخي وإنجاز عظيم جدا يحسب للدول العربية كلها، مش للمملكة المغربية بس، لأن الفرحة بتاعت المصريين والعرب على مستوى العالم العربي كلها فرحة من القلب فعلا. واحنا كنا سعداء بتأهل المغرب، وانا توقعت معاكم في اخر مداخلة ان المنتخب المغربي هيوصل لدور الثمانية واحتمال كبير يوصل ان شاء الله لدور الاربعة باذن الله في الايام القادمة. وطبعا مباراة البرتغال هو تفوق على يعني المنتخب المغربي تفوق طبعا على منتخب كرواتيا القوي الاقوى كمان من المنتخب البرتغالي، وقادر ان هو يتفوق على المنتخب البرتغالي لان كمان كريستيانو رونالدو مش هيبدا المباراه من الاول، فهو طبعا هيبقى الدفاع المغربي مش هيبقى عليه عبء كبير جدا لان كريستيانو مش موجود. وبكريستيانو بغياب كريستيانو الان كنظن معنويات مرتفعه بالنسبه لعناصر المنتخب الوطني بخصوص اللقاء المقبل. قبل ذلك نتكلموا شوي على ياسين بونو، اعتبرك انت مدرب سابق لحراس مرمى المنتخب المصري، واحد من الكفاءات اللي اعطات مجموعه من الاسماء في تاريخ كره القدم المصريه في الفتره الاخيره. كيف رأيت الأداء خصوصا مع تألق ياسين بونو، تصدياته، ابتسامته، ثقته، كذلك الخبرة دياله على مستوى كرة القدم الإسبانية؟ يعني الحمد لله. أنا أول ما نتوقع إن طبعا الحارس ياسين بونو إن هو يوصل للعالمية، إن هو يبقى رقم واحد في العالم. وفي القنوات التلفزيونية أنا طلعت واتكلمت من حوالي شهر ونص على ياسين بونو إن هو هيبقى الحارس رقم واحد في العالم، لأنه هو عنده إمكانيات رهيبة جدا في حراسة المرمى. الجسم، التكوين الجسماني بتاعه تكوين عظيم جدا. تعامله مع الكرات بيتعامل بشكل جيد جدا. الكرات العالية بيضرب بالبوكسات. يعني شفنا احنا الماتش اللي فات، طبعا المباراة اللي فاتت، ان هو طلع في كام كورة كده بالعرض وضربها بالبوكس، كان بيوجه الكورة بالبوكسات على الجناب عشان ما تشكلش اي خطورة. طبعا انقذ تصويبه كانت قوية جدا،
وطبعا بخلاف ضربات الجزاء، لان انا عارف هو بيتصدى ازاي. وطبعا انا مش هعلن على تصيد زي ان سين بونو بيتصدى لضربات الجزاء الا بعد كاس العالم، لان دي مهاره قويه جدا. كابتن اشرف خليها من بعد كاس العالم، خليها من بعد بعد كاس العالم. هو اللي بعد كاس العالم. بس انا كان بيدربني الاسطوره بوشكاش في النادي المصري، كان مدربي في النادي المصري، وهو فعلا كان بيشوط عليا ضربات جزاء، وانا صديت منه من 3 ضربات جزاء 2 بنفس طريقه بونو ده، وانا عارف هو بونو بيعمل ايه وبيتصدى ازاي. طبعا انا مش هعلن على الطريقه بتاعت تصديات ياسين بونو. وانا شايف ان هو كان طبعا راجل المباراه الاول الماتش اللي فات. طبعا يعني انا بتكلم على حكيم سياج، اشرف حكيمي، يعني الناس دي عملوا مباراه ورا اروع المباراه اللي فاتت، وانا ان شاء الله منتظر منهم الكثير باذن الله في مباراه البرتغال. وانا متاكد ان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي باذن الله هيرفع راس افريقيا حاليا. وانا قلت قبل كده ان المنتخب المغربي رقم 1 حاليا في افريقيا، وفعلا حصل، بدليل ان كل الفرق الافريقيه طلعت وخرجت، والمنتخب المغربي شرفنا وشرف الكره العربيه والافريقيه، واحنا كلنا بنسنده وهنفضل نسنده. وان شاء الله باذن الله جميعا يعني هننزل نحتفل ان شاء الله بفوز المنتخب المغربي وعلى المنتخب البرتغالي. وانا بحيي ان شاء الله اشرف خضر، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الانجازات تتواصل والتمثيليه العربيه تتواصل. الى امكن نخلوها كلمه ختاميه بعجاله الكابتن اشرف. انا بتكلم بس بالنسبه لوليد الركراكي، يعني المدرب العظيم المحلي اللي هو اثبت كفاءه عاليه جدا، واحنا لازم حذو المنتخب المغربي، ان احنا لازم يبقى عندنا مدرب محلي زي ما الكابتن حسن شحاته كده كسب 3 بطولات افريقيا، صح. وهو طبعا مدرب محلي. فاحنا دلوقتي بنحاول نجيب المدربين الاجانب، وده مش لصالح الكره المصريه، واتمنى التوفيق دايما للكره المغربيه. واحنا برضو في صدد ان شاء الله باذن الله تعالى ان احنا هنعمل مباراه قويه جدا بين المنتخب القدامى مصر ومنتخب قدامى المغرب في القريب العاجل. واحنا كنا اتفقنا مع حد في الديوان الملكي على هذه المباراه، وهنجيب النجوم طاهر ابو زيد، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، هنجي لكم ونعمل مباراه قويه بين المنتخب المصري مرحبا بكم في يعني في لحظه. البلد بلدكم، وشكرا لكم على هذه الاحاسيس وعلى هذا يعني الاحتفال اللي شاركتم من خلالها الشعب المغربي والجماهير المغربيه. هذا الانجاز المهم لكره القدم الوطنيه وشيء جميل. وعفوا مصر ما شاء الله، مصر بالنسبه للحراس شريف إكرامي، الحضري، ثابت، شوبير، حسن علي، نجوم واسماء على مستوى حراسة المرمى في تاريخ كرة القدم المصرية. وحينما يتحدث يعني خبير وربما عن السر في التألق ديال ياسين بونو، قال لك خليها بعد كأس العالم، يلا خليها نهائي كأس افريقيا ان شاء الله بين مصر والمغرب.